تعالوا بقى اوريكوا احلى حاجة ممكن تبلعوا بيها جنب الاكل. جميلة جدا الطماطم المخللة بس بطريقة حلوة اوي وسهلة اوي. اول حاجة المكونات بتاعتنا: معانا قرن فلفل حامي وقرنين فلفل رومي ومعايا ليمونة، معايا خضرة زي خضرة المحشي بقدونس وشبت وكزبرة، معايا الطماطم اللي انا هستخدمها ويفضل ان هي تكون طماطم ناشفة، معايا 4 فصوص توم او 5، معايا معلقة طحينة، ومعايا البهارات اللي هستخدمها 7 بهارات: ملح فلفل اسمر وكاري، ومعايا نص كوباية خل ونص كوباية زيت. أول حاجة هنزل بالخضرة بتاعتي في الكبة كده بالشكل ده، وبعدين هنزل بالفلفل بتاعي، وبعدين هنزل بالثوم، وهنزل بالتوابل، وبعدين هنزل بالطحينة. الطحينة طبعا هتفرق جامد، بتدي طعم تاني خالص للطماطم المخللة. وانزل كده بالزيت والخل بتاعي، وبعدين اضربهم، ولما يتضربوا يطلعوا بالشكل ده هعصر عليهم نص ليمونة، وابتدي بقى ان انا افتح الطماطم بتاعتي على شكل وردة بالشكل ده كده، وابتدي ان انا احشي فيها الخليط اللي انا عملته. طعمه تحفة وكده تبلعوا بيه جنب اي اكلة هيديها طعم خطير. انا هنا هبتدي بقى احشي كل الطماطم بتاعتي، وياريت نختارها طماطم ناشفة هتفرق جدا معانا في الطعم وكل حاجة. هنا ابتديت بقى ان انا حشيتهم كلهم خلاص، وبجد خطيرة يا جماعة وتحفة، احلى واطعم طماطم مخللة هتبلعوا بيها جنب الاكل. تتاكل اكل كده بقى جنب المكرونات، جنب الرز والبطاطس، اي حاجة بجد تحفة. جنب الكشري هتبقى فظيعة، مع الكشري بجد لازم تجربوه الطريقة دي، تحفة 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 وهتعجبكم. بعد ما حشيتها هرش كده، بعد ما خلصتها كده هعصر كده على الوش نص ليمونة، وانزل بقى بشوية زيت، وهتاكلوا اطعم واحلى طماطم مخللة ممكن تبلعوا بيها جنب الاكل. تحفة تحفة تحفة، ولازم تجربوها بالطريقة دي وبالطحينة. الطحينة تركاية خطيرة في الطماطم المخللة. وما تنسوش اللايك والسبسكرايب. باي باي.